من تكونون هناك أصلا حتى بكبرها تعطيك كل الإبداع. مهرجان حتى العسل راح يبدأ إن شاء الله في تاريخ 27 شهر هذا، ومهرجان حتى الزراعي راح يبدأ إن شاء الله 18 الشهر الجاي. راح تكون هناك أيضا أنشطة مصاحبة وبعض الأكشاك المخصصة للأطعمة، والسنة هذه إن شاء الله راح تكون هناك مسابقات جوائزها راح نعلن عنها قريبا في المهرجانين لأفضل مشاركات موجودة معنا. الهيئة مشاركة بمشروع وهو الفن في الأماكن العامة، وهو أول عمل فني ضخم يقام على جبال حتى. تم توفير خلينا نقول بنية تحتية كبيرة من ناحية اللي هو توسعة في الطرق، توفير مسارات للدراجات الهوائية أكثر من 17 كيلو لمسارات الدراجات الهوائية والتنقل المرن، وفرنا مماشي للناس لمختلف المناطق، وفرنا مواصلات عامة كذلك سواء من إمارة دبي إلى منطقة حتى، وكذلك من مختلف المناطق السياحية في منطقة حتى. في الخطة التنموية الشاملة تم افتتاح كثير من المرافق الخدمية مثل سوق حتى لتقام فيه حاليا كثير من الفعاليات، وأهالي حتى استفادوا من الناحية الاقتصادية من هذه المرافق. راح نسوي 120 ورشة عمل مختلفة للأطفال وللكبار، وفي أكثر من 14 فعالية راح تكون موجودة، منها الترفيهية والرياضية والثقافية اللي هي كل أفراد الأسرة. عندنا تقريبا تتكلم عن إبداع، فنحن مشاركين مع مسوين فعاليات مجتمعية، منها مجموعة من المصورين راح يكونوا موجودين، يسمونها بالإنجليزي فوتو ووك، راح تصير إن شاء الله بالشراكة مع أو بالتعاون مع مجموعة معروفة في إمارة دبي ودولة الإمارات، وتأثيرهم على التصوير في المنطقة. تضمنت المهرجانات الجانب الثقافي والجانب الاقتصادي وكذلك الجانب الاجتماعي، حيث تتواجد العديد من الفعاليات والأنشطة لجميع أفراد المجتمع. لا يفوتكم مهرجان شتانا في حتى.